يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يا شرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداك. يا ربي على محمد يا عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا قضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسبة صلى الله وأرسل أشرف عليه خلقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتثرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله فما جل هذا عليه المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي يقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوال
تعالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما كثرة رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم من فجت وادي البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدعان صلى الله عليه تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد ودلوا على أن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض ونفل عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر من شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرج بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موازن الخدمة لله وكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقرب صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أظهر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبذور فما من صلب ضم إلا وذمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما ظهرت وخصص به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الأرجل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشويقا عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن زليل تذويل ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعي التعلق عليه بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ونعم الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أهل بيت رسول الله حبكم يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فرد من الله في القرآن
في القرآن أنزله ساعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ويل المعروف والعطاء المألوف يا ويل المعروف والعطاء المألوف غارة للملهوف إنكم بها درى غارة للملهوف إنكم بأدرى غارة للملهوف إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ويل الإحسان والعطاء الغفران يا ويل الإحسان والعطاء الغفران عطفة للحيران إنكم بها درى عطفة للحيران إنكم بأدرى عطفة للحيران إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا 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 النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستمير عد عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام دخري سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام دخري يا عمر اقضيه بعمر وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان سقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان سقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
والعيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما اشتبهه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية إذ نشط من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصل ضياء العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم يا أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ولم ولا عللا
حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبشط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الشميل. اللهم صل وسلم مشروف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاجة في النفس يا رب فقضها وأرح سري وقلبي من لظاها والشواذ وأرح سري وقلبي من لظاها والشواذ يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على
تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا 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 يا ذا الندى يا إمام إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا من أتى يا من أتى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام ختاما يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي
عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم زمزم الهادي بذكر نزيلها إلا وانعاشني إذا ما زمزم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كشفت قناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور فانفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة ومن توفيق للسيد مريم والسيدة آسيا وما هو من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد ومولانا محمد شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
تلقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك النبي كانوا سعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنية وجب الشكر علينا ودعا لله يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع
ونور شد رب بلغنا بجاهه في جوار الخير ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريمي الأرواح منا وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا يا آمين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلن أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من هذه المعجزات
وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولانا صلى الله وأن عليه العناية في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an akhfallahu al-qabula litabqa al-qulubu ala al-wajal wa abqa bab at-taubati maftuhan liyabqa al-insanu ala amal waj'ala al-ibrata bil khawatimi li'alla yaghtarra ahadun bil amal ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan diterimanya permintaan kita, kapan doa-doa kita akan diijabahi olehnya. Allah merahasiakannya litabqa al-qulubu ala wajal, agar supaya hati daripada manusia selalu berharap kepadanya. Cek saking orang neka etemu duana cek tremah, berarti orang tak pada harap ke pangeran. Males minta karena lek temu cek tremah. Maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan daripada al-qabul, keteremanah amal, keteremanah permintaan, litabqal qulubu ala wajal, agar supaya manusia selalu berharap kepada Allah. Baik. Wa yabqa bab at-taubati maftuhan liyabqal insanu ala amal. Pintu taubat maftuhan, terbuka, tidak pernah tertutup. Liyabqal insanu ala amal, agar supaya manusia selalu optimis. Sebanyak tu sana, sebanyak salana, babut taubah maftuhah, pintu taubat selalu terbuka 24 jam. Masjid, musolla, jompo, tegal, pasar, ladang, kamabai. Babut taubatu maftuhah, pintu taubat selalu terbuka agar supaya manusia alal amal, selalu optimis. Cek teti manusia saya pesimis ke pangeran. Mon minta cek nangkung ke Gusti Allah. Minta para jasa kali, cek minta dunia do remeh. Tak kebak mati dunia. Minta ketemuan bi Kanjeng Nabi. Minta apolong bi Kanjeng Nabi. Minta selamat dari neraka, bisa ngelebati jembatan Siratal Mustaqim. Minta meremeh, minta husnul khatimah, minta cekak Islam dan iman, terus minta. Cek saking aku li sampean oning permintaan ke cek terima bi Gusti Allah. Etorot dening Gusti Allah, tak kira minta boleh. Maka nek rahasia kita dening Gusti Allah, sapa manusia selalu berharap dekat Gusti Allah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah ala wahyal jannah. Allah taala matabar ka kaul manjenengan, matabar swarga. Tanggung saya batabar swarga. Bene karo saya batabar bene makanan, bene minuman, bene permainan, bene pemandangan, swarga. Saya dalam swarga bade serah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Bade khaymah, bade kemah dalam swarga nikah. Saya dalam kemah nikah. Sepaling terpenting Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ja'alal ibrata bil khawatimi, dan Allah menjadikan husnul khatimah sebagai tolak ukur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah akhir daripada kehidupan manusia sebagai tolak ukur bagus coba noreng.
li alla yaghtarra ahadun bil amal, agar supaya tidak satu orang pun kita yang tertipu dengan amal banyak tapi suul khotimah, ya percuma. Amal banyak tapi suul khotimah percuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan waja'alal ibrata, menjadikan tolak ukur manusia sebagai pandangan daripada manusia. Sekira manusia ni kan andi tolak ukur manusia ni dekan dimma kan husnul khatimah, sul khatimah, ada nilai orang yang sul khatimah. Mungkin lebih muljama tena embi sokor maten cara Islam daripada manusia yang mati tentang Islam. Embi beli cara Islam bisa jadi sate, ya kawan. Bisa jadi gulai kakan bi manusia. Tapi maten manusia siapa senda? Maten karena mati Islam. Lah terus fala taghtar ahadun bil amal, maka jangan tertipu dengan amal kita. Amal tak menjamin, hanya minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah kok mesti bagus, mesti engkau belum tentu, ada saya tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Tamamun ni'mati al-maut ala husnil khatimah. Sempurna nikmat, paling hebat nikmat, puncak daripada segala nikmat adalah sedah husnul khatimah. Pernahkah susah kulit sampean? Takut tak mati yang Islam ini? Tak pernah. Pernahkah minta sampai ada Gusti, ya Allah cak saya dalam keadaan suul khatimah, ya Allah cak paten dalam keadaan maksiat? Tak pernah. Padahal ni saya ketangis dengan para ulama tiap malam. Padahal ni saya ketakok dengan para alim ulama, para aulia, saya pengen pun malam ke Gusti Allah, ya Allah cak sampai mati dalam keadaan lalai lupa. Apalagi dalam keadaan suul khatimah. Sementara aku menjenengan lah tak rumah sebab apa, aman begitu saja. Padahal sampai naik sepeda motor, kunci setir, kunci ganda, bungkoh beri CCTV, bungkoh beri pagar, beri macam-macam. Takut kemalingan, pernahkah? Takut kemalingan Islam iman? Lah, rampok iman makin bergentayangan, maling akidah makin ampun bergentayangan iman kaman. Saya ngerasa agama kalau menjenengan. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur daripada manusia adalah husnul khatimah. Wis lain aja cak gawok ke apa lah, cak apa manusia tak temu tok sepetok kecuali mulah mati ada temu. Hari masih negu mek tak temu kia, saban surban tak temu kia, ada saya tahu. Rahasia kita ni Gusti Allah keng cuma tanda banyak. Yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Orang meninggal tergantung semasa dia tadi itu masa hidupnya. Kalau dia senang baca Quran, senang istighfar, senang zikir, senang sholawat, insya Allah mati nggak nikah. Berapa orang yang mati overdosis? Berapa orang yang mati tawuran? Berapa orang yang mati setadak margana? Mati beria? Alhamdulillah. Nah, tergantung keinginan gulman jenengan. Model corak nggak derma bacaan. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan rahasia diterimanya amal dan permintaan kita agar supaya manusia selalu dalam keadaan berharap kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat tidak pernah tertutup agar manusia selalu optimis. Jabawa aban gila pasti bekal esoporatu sana. Terakhir Allah taala menjadikan tolak ukur daripada manusia nikah ken husnul khatimah wa tabasuul khatimah, antara swarga bi neraka mon lain awis congo-congo api lah. Dunia ada congo-congo api esena. Dunia mata wa khairu mata'iha wa dunya mata'ul ghurur. Dunia ni kapon hiasan semenipu, akhirat sesanggun la aisha illa aishul akhirah. Jakene ateh menter muka kalau banci dengan pagi dengan akhirat, selamat dari apa yang neraka, masuk ke surga, takdir bisa atau pangkiban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه
وأية أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق اليمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المعصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن، وأن تبلغنا من شرف القرب وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك واقم من الدين ولعهدك من اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف جهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع قطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وإذ بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع وفي الهرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.